هم يستيقظون ساعة قبل الصبح، يعني ما يكادون ينامون إلا وأيقظهم ليراجعوا ألواحهم، ثم ليمسحوها يغسلوها، ثم ليصبغوها، ثم لتجف، ثم ليرسموا فيها يكتبوا فيها ما يلقيه عليهم شيخهم، ثم لتصحح الألواح. واليوم من 3 أو قبل 3 صباحا وهم مع كتاب الله إلى 12 ليلا. ثم يأتيك الآتي فيقول لك وهذا ألقي إلي. يقول لي مرة إنسان من من الناس لا يغلط؟ من الناس لا يقع في الإثم؟ فيقول لي مرة واحد هؤلاء الناس الذين يحفظوا القرآن، وهذا رجل شاب وملتحي وملتزم هكذا يظن نفسه، فقال لي هؤلاء الذين يحفظون القرآن من غير فهم له كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقلت له فغاضني ذلك جدا منه، وإنما جرأه على قوله ذاك أنه لم يعيش مع هؤلاء لينظر هو وليرى الذين عيشتهم التي عاشوها حتى جمعوا كتاب الله في صدورهم. فقلت له اسمع سأقول لك شيئا، أنت تقول هؤلاء الذين جمعوا القرآن في صدورهم لكنهم لم يفهموه كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنت لا تحمل القرآن، فأنت كمثل حمار ولا تحمل أسفارا. لم يرك ربك صالحا لأن تكون حمارا يحمل أسفارا. ثم قلت لها كلاما يعني أشد من هذا أطويه عنكم. هؤلاء قوم يقول ابن عيينة من جمع كتاب الله بين جنبيه فقد جمع النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. ثم تأتي أنت فتجعله كقوم ذمهم ربنا في كتابه. كيف؟ فيكون عوام الناس أشد تعظيما لكتاب الله من طلبة العلم. ما فضل هذا العلم إذن؟ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فخير ما يجتمع له الناس، خير ما تؤسس له المراكز، خير ما تنفق له الأموال، خير ما تبذل له الجهود، خير ما يزاحم به الوقت الذي كان يفرض أن تبقاه مع أهلك ومع أولادك ومع أمك وأبيك. خير ما تجعل في هذا هو اعتناء بكتاب ربك أو بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما صدر منه.